كنتِ تعرفي إن السر كله في اللبن المغلي؟ هيطلّعها معاكِ بارتفاع أكتر من 12 سنتي. كيكة برتقان هشة ومرتفعة وريحتها هتقلب الدنيا، هتجيب لآخر الشارع. هشة كده وطرية طراوة ما حصلتش وناجحة من أول مرة حتى لو أول مرة تعملي كيك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأول أنا عندي 4 بيضات، عندي كوبايتين ونص من الدقيق، كوباية وربع من السكر، كوباية من الزبادي أو معلقتين كبار، نص كوباية من الزيت، ومعاها معلقة كبيرة من السمن. نزلت الأربع بيضات اللي بدرجة حرارة المطبخ ونزلت عليهم بالكوباية وربع أو كوباية ومعلقتين كبار من السكر، سواء هتعايروا بالمعلقة أو بالكوباية. نزلت عليهم البيض وفي الخلاط، احنا مش هنشتغل بأي حاجة تانية، بالهاند بلندر كده أو في الخلاط. اخلطوا البيض مع السكر كويس قوي وبعدين نزلوا الزيت بشكل تدريجي ومعلقتين الزبادي. عندي معلقة كبيرة هنا من بشر البرتقال نزلتها، وفي الخطوات دي بقى بنبدأ نخلط بإيدينا. هنزل أول كوباية من الدقيق ومش هنزل أي دقيق تاني لحد ما أتأكد إن هي اختفت بشكل كامل. بمجرد ما بتختفي هنزل بالكوباية اللي معاه الكوباية ونص سوري اللي معاهم معلقة وربع كبار من البيكنج باودر، وهخلط بقى. وهنا هتلاقوا الخليط قوامه تقل كده وتكتل معاكم، ما تقلقوش انتوا كده نجحتوا تمام قوي. هننزل بكوباية من الكبيرة من اللبن المغلي، وما تقلقوش الكيك مش هيهبط ولا اي حاجة. هنفضل نقلب لحد ما ناخد القوام الحلو اللي انتوا شايفينه ده. صينية مقاس 24 بطنتها بالزبدة والدقيق ومسخنة الفرن على حرارة 180. الرف اللي في النص هنولع عليها من تحت بس، وهتاخد معانا من 40 ل 45 دقيقة في الفرن. بعد 35 دقيقة تقدروا تختبروها بخلة كده من الأسنان. ونزلتها في الصينية بتاعتي وبعدين بخلة كده بدأت إن أنا أخرج فقاعات الهواء اللي فيه. طلعت معايا اللهم بارك من غير ما أولع لها الشواية ولا أي حاجة، طلع واخدة اللون الحلو ده. ابدأوا فرغوها من الجوانب وبعدين على شبكة كده واقلبوها. علشان تتخلصوا من أي بقايا للدقيق بمنديل كده وهي لسه دافية، هنبدأ ان احنا كده نفركها فركة بسيطة. قدموها بقى مع سكر بودرة. عايزة اقول لكم ان هي ريحتها خطيرة. هتستنوا عليها قبل ما تقلبوها 10-12 دقيقة علشان ما تلزقش منكم في القالب، وبعد كده هنقلبها. وما تنسوش بقى ان انتوا لو وصلتوا لحد هنا تعملوا لايك وشير كتير قوي للفيديو علشان دعمكم بيفرق كتير. زينوها بقى كده بشوية من البرتقال وبعدين قطعوها مع شوية كده من الشاي او القهوة زي ما تحبوا. عايزة اقول لكم اللهم بارك ان شكلها يفتح النفس. حلوة قوي، هشة كده وسريعة. الناس اللي ما بتعرفش تعمل كيك او بيفشل منها فالوصفة دي هتنفع معاكم جدا. بصوا بقى بتتقطع بمنتهى السهولة. هسيبكم بقى مع الجمال ده كله. ما تنسوش تعملوا لايك وشير كتير قوي للفيديو وتسيبوا لي تعليقات حلوة زيكم. هستنى رأيكم الجميل على الفيديو. لايك وشير كتير يا حلوين، وصحة هنا.